عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير يا رب، ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حبة تفريزات كده عشان خاطر ايه يسهل علينا الاكل بتاع رمضان. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا مفرزه بصل اللي هو الاحمر، ومفرزه بصل الابيض، كل واحد في علبه لوحده. وطريقة تفريزهم سهلة جدا وهتسهل علينا التسبيكات بتاعة رمضان. زي ما انتم شايفين كده انا كان عندي حبة البصل الابيض ده، وبرده كان قربوا يزرعوا يعني، واحنا بنعمل حتى الزرع اللي فيهم عادي بنفرمه. غسلتهم كويس كده ونضفتهم من القشر ومن الحاجات اللي فيهم، وهنفرمهم مع بعض في الكبة. ونفرز كده شوية تفريزات بصل وحبة بسلة. وطبعا انا كنت مفرزة معاكم البسلة قبل كده، موجودة عندي على القناة. ودلوقتي هنفرز مع بعض البصل اهو يا حبيبي. زي ما انتم شايفين انا حطيتهم في الكبة اهو. وهو زي ما انتم شايفين النهارده طبعا الكبة بتاعتي باظت يعني، فنزلت عملتهم عند امي اهو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا لازم نعدل الكبة كويس لانها ليها كده تكة بتشتغل بيها اهو. وهنفرمهم فرم ايه اللي هو المتوسط، يعني اللي هو لا ناعم قوي ينزل ميه ولا خشن قوي، يعني احنا بنعمله متوسط اهو يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك وزيد وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله رمضان كريم علينا يا رب وعلى أمة المسلمين أجمعين. نفرم بقى البصل بتاعنا دوت عشان لما نعوز نعمل تسبيكات أو نحطه في تتبيلات أو نعمل حاجة تبقى البصل عندنا جاهز. وهنحطه في كذا حاجة، نحطه طبعا في أكياس، ونحطه في علب، ونحطه زي ما احنا عايزين، زي ما بنحب الرز في التلاجة عندنا أو في الفريزر اهو. شايفين كده انا فرمت البصل الاحمر متوسط كده، لا هو ناعم قوي ولا هو خشن قوي. وطبعا البصل الابيض اهو كمان اتفرم برضو نفس الفرمه، ولا ناعم ولا خشن، وسط اهو. انا عملت كميه حلوه يعني. ولما بتخلص من عندي الكميه انا ببقى عامله يعني ايه برضو في الفريزر، لما بتخلص عندي الكميه فبعمل كميه غيرها. وهنا طبعا البسله انتوا عارفين تفريزها انا منزلها على القناه، بس المره دي انا حطيت معاها الجزر، وبرضو مفرزه الجزر على القناه. طبعا احنا بنحطه في علب زي ديت، لو انت عايزه ترصيه في علب كده مش هتاخد مساحه في الفريزر. بيترصوا فوق بعض، وبرده في اكياس زي ما انتم شايفين. ممكن نحطهم في الاكياس، ممكن نحطهم في العلب بنفس الطريقه دي. طبعا لو ما عندكيش غطيان للعلب بتجيبي اللي هو الورق اللي هو لفه الرول اللي هي ستريتش دي، ستريتش لاب، بتلفي بيها وتقفليها كويس. وبرده نرصهم بنفس الطريقه فوق بعض، او نحطهم في الاكياس بتاعت التلاجة. يعني ايه كميات احنا عايزينها، وكل ما نطلع نكسر من البصل ونحط على قد الكميه اللي احنا عايزينها اهو. زي ما انتم شايفين دي ممكن نغطيها بالغطا العلب ديت. طبعا احنا عملنا الاكياس دي زي ما انتم شايفين كده. البصل الاحمر في اكياس اللي هو بتاع نحطه للسلطه برضو، وده البصل الابيض للطبخ اهو. ده وده نحط يا اما في علب يا اما في اكياس. وبرده البسله يا اما برده في علب يا اما في اكياس، حسب رغبتك حسب ما انت عايزه. طبعا احنا ممكن بنضيف شويه ملح على البصل، حبه صغيرين. ممكن ما تضيفيش بصل ملح خالص، تحطي البصل كده من غير اي اضافات. هو كده كده بيتلك في الفريزر وبيطلع يعني زي الفل للتسبيكه. طبعا هنا في غطيان للعلب اهو. انا ممكن اغطيها بالغطا، وممكن اعملها بالاسترتش لاب. طبعا النهارده اول يوم رمضان. انا كنت مصوره البسله دي معاكم قبل كده، لكن انا حبيت افرز حبه التفريزات دول كمان زياده وخير من عند ربنا، يعني عشان الحاجه تبقى متواجده وتكفي معايا يعني. ربنا يجعله يا رب رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه، ونفحات رمضان الكريمه الحلوه اللي الواحد بيحس بيها، الروحانيات الحلوه دي في رمضان اللي مش بتبقى في اي ايام عاديه غير شهر رمضان. سبحان الله. وزي ما انتم شايفين اهو انا غلفت البسله اهو اللي ملهاش غطيان بالاسترتش اهو.
عشان تبقى محفوظة يعني وكويسة، وزي ما أنا عايزة باطلّع بالطلب في الطبخة كل يوم، وطبعًا أنا باشكِّل مش كل يوم طبعًا أعمل بسلة ولا كل يوم أكلة شكل وخضار شكل، بس طبعًا بتبقى عندي الكميات، وطبعًا هانزّل لكم السبانخ، تفريزة سبانخ إن شاء الله، عشان خاطر برضه الخضار يبقى متنوع عندنا. أهو، ودي الكمية يا حبايبي اللي أنا عملتها، زي ما أنتِ متواجد عندِك أكياس حطّي فيها، علب حطّي فيها، نوّعي زي ما أنتِ عايزة، عشان ما ياخدش مكان في الفريزر، وكمان يسهّل عليكِ الطبخ إن الحاجة جاهزة متوضّبة ومتفرّزة عندِك في البيت. يبقى ناقص بقى إن أنتِ مثلًا تعملي السلطات والرز والحاجات دي. طبعًا إحنا كنا مفرّزين قبل كده برضه الطماطم ومسبّكينها طبعًا أكياس برضه بالكيس على قد الطبخة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش قبل ما أختم الفيديو بتاعي بالله عليكِ عايزاكِ تعملي لي لايك وشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لِك كل جديد على القناة. كل سنة وأنتم طيبين وبخير.